الخبير التحكيمي جمال الشريف: ركلة جزاء واضحة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 28 من عمر المباراة. رأينا تهور كبير من مدافع منتخب السودان على لاعب من المنتخب الجزائري، ولكن الحكم شاهد ما شافش حاجة. الحكم قام باستكمال المباراة كأن شيئا لم يكن ولم يحدث أمام عيناه. هذه اللقطة يجب أن تكون ركلة جزاء للمنتخب الجزائري مع إشهار الكارت الأصفر لمدافع المنتخب السوداني، ولكن هذا لم يحدث. يعني يا جماعة الخبير التحكيمي بيقول إن المنتخب الجزائري كان يستحق ركلة جزاء، لأن مدافع السودان تدخل بتهور كبير على لاعب منتخب الجزائر في هذه اللقطة. أنا مصري، ولكن كيف هذه اللقطة التي أمامكم الآن على الشاشة لم تحسب ركلة جزاء للمنتخب الجزائري؟ في رأيكم هل ظلم الحكم المنتخب الجزائري اليوم في هذه اللقطة؟ ومن كان أفضل لاعب اليوم في مباراة الجزائر والسودان؟ وما رأيكم في أداء الحارس لوكا زيدان اليوم مع المنتخب الجزائري؟